مساء الخير السيدات والسادة الحضور من ضيوف المهرجان، الزملاء الأعزاء من صناع السينما من جميع أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بكم في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية الدورة السادسة. أقف اليوم أمامكم لأتكلم عن المسؤولية التي نتقاسمها جميعا، وهي مسؤولية تسليط الأضواء على أكثر أوقات الإنسان ظلاما. فنحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، وعلينا واجب لأننا رواة القصص غير المروية الأصوات الصامتة وحاملو الحقائق غير المريحة. ومن قصص اليأس نستطيع أن نسلط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع. لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير، لأن القهر ليس مجرد فصول تاريخية، ولكنه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء. فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية وأملا في وجه الظلام. السيدات والسادة، أشكركم جميعا على الحضور، وأنا في هذه الكلمة مكتوب هنا أن أطلب من حضراتكم أن تقفوا حداد، ولكن أنا مش هطلب الطلب ده، لأن الحداد كما نعبر به عن الحزن فهو دافع للنسيان، وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريدكم أن تنسوا. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، وأرجو أن تقضوا أوقاتا جميلة معنا هنا في مهرجان الجونة. شوي عن اللوك اليوم. ستايلست ندى حسام، ديزاينر تيم عابد، جولري إيران، ميك اب ميرنا كوزمان، والشعر ملاك محمود الصغير. وفيك توصفي لنا المهرجان بكلمة واحدة؟ هدوء. Thank you so much. You look great. Thank you. Thank you. You look great today. فيك تخبرينا شوي عن اللوك؟ ميرسي. اللوك ستايلست ياسمين قناوي، ميك اب ريهام خليفة، ادريس رامي قاضي، جولري جلامر، شعر صغير. في حاجة تانية في اللوك أنا نسيتها؟ لا. فيك توصفي لنا المهرجان بكلمة واحدة؟ المهرجان بكلمة واحدة؟ لا، هو كل سنة كلمة مختلفة عن اللي قبلها. إذا حياتك فيلم شو بيكون اسمها؟ لو حياتي فيلم جميلة. بسنت هابي بيرثداي. ثانك يو. العمر كله يا رب. يا رب. ثانك يو. كثير مبسوطين انه اليوم شايفينك بمهرجان الجونة. احكي لنا وصفي لنا المهرجان بكلمة واحدة. فاشن. يا ريتا منورة الجونة يا ريتا. منورة. يعني معقولة يوم ما تيجي يوم على أقل 10 ساعات. ده احنا عايزين نحتفل بيكي يعني وانا عايزة احتفل. ده انت يعني وحشانة جدا وما صدقت، وانا مستنية الزيارة دي من زمان. وانا كمان بس وعايزين بقى بعد ما تخلصي البروجرام بتاعك عندك حاجتين وطلع بعد كده رئيسية او عندك حاجة كمان، ترجعي بقى على مصر ونعمل احلى زيارة لمصر، نفسحك في مصر بقى ان شاء الله. يا ريت حبيبي، يا ريت. منورة يا روح قلبي، وسعيدة اني شفتك في الجونة. انا بحب خلاص تمام. ايه افضل
هل فيلم الخالد النبوي؟ وانصحك انك ترد ردود لا انا هرد ردود صريحه. اوكي. فيلم حببني قوي في السينما، فيلم السينما باراديس والكونسرفاتوري. طبعا. طيب وتعلمت ايه من السينما؟ السينما بتعلمنا حاجات كتيره قوي. اتعلمت احس، انا اتعلمت احس بالسينما. I love you. فيلم بوي بوي ده حاجة عرفتها من السينما. السينما علمتك حاجات كتير قوي. طب ما اقدرش اقول لك ايه بالظبط، بس هي اصلا اثرت في تكوين شخصيتي بجد. الافلام والسينما. استاذ طارق، اتعلمت ايه من السينما ما كنتش تعرفه؟ عرفته من لا السينما. انا فاكر مره الدكتور يوسف ادريس ممكن تعلم حاجات سيئه مش كلها حاجات كويسه. ايوه. انا فاكر مره في حوار فبيقول لهم هو لما بدا وهو صغير يشرب سجاير، فاكتر مشكله بتقابله يشرب سجاير علبه السجاير. انا سمعت الموضوع ده. حطها في الجيب. ايوه. فقال لها محمود المليجي يحطها في الشراب. فحط العلبه. طبعا السينما بتعلمنا كلنا كل حاجه، الذوق. اللي سعاد حسني مثلا صنع جديد طبعا. يعني الستينيات، كل فتيات الستينيات عندهم نموذج اسمه سعاد حسني. طبعا ولغايه دلوقتي. والالفينيات. الخمسينيات كان فاتن حمامه. انا عايز اقول شاديه، انا عايز اقول يتحولوا لنماذج. صح صح. والنهارده عندنا ياسمين رئيس. يا جميله يا حبيبتي. بتجتهد وبتحب السينما من زمان على فكره. ايوه ايوه. استاذ محمد خان فتاة المصنع. فاكره ياسمين؟ طبعا مش هنسى. ولا وجايزه مهمه جدا قوي قوي قوي. ايوه في مهرجان دبي. بالنسبه لي كانت مهمه جدا برضه عشان كنت في الاول. وهي جايزه مهمه يعني عايز اقول. I'm good. All is good. Yeah. حلو حلو. التيمة كان عندك من كام يوم. ايوه كان في المعادي. جاي طلب مني شاي. شاي ابو ربيع ولا ام ربيع حاجه كده. المهم عايز اعرف منك عمر هلال مخرج بوي بوي، ايه اكتر فيلم حببك في السينما؟ اكتر فيلم حببني في السينما اول فيلم حببني قوي في السينما كان رين مان. واكتر فيلم بحبه غالبا كيب فير ولا دولتشي فيتا بتوع فيلين. اتعلمت حاجه من السينما؟ لان احنا كلنا بنتعلم من السينما طول الوقت. بنتعلم تاريخ، بنتعلم عن شخصيات وناس سيره ذاتيه، ازمنه، عوالم مختلفه، حاجات كتير. ايه العلاقات؟ ايه اللي عمر هلال اتعلمه 15 دقيقة ما كنتش تعرفه؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه. انا في حاجات عن يعني انا قلت عشان الاحداث. انا كل الاحداث لا والله حبيبتي بقى ايه عشان ابقى كده شويه ايه سيمباتيك كوميديك. لا والله يا والله. ميرفت ابو. ايوه. اكتر فيلم بتحبيه في السينما؟ صباح الفل. نعم عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس. اكتر فيلم بتحبيه في السينما؟ فيلم ابيض واسود. يعني بصي اقول لك انا بحب جدا 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 افلام اسماعيل ياسين. عامله العيله كلها يعني مش عارفه احنا كلنا مصابين عليها فبقينا نتفرج عليها يوميا. فاسماعيل ياسين السمباتي كانت بالنسبه لي انتهت من حياتي. انا عندي افلام بقى بحبها بصفه شخصيه. مبدئيا افلام شاديه لان شاديه حقيقي يعني طبعا بتعمل كل الادوار باتقان شديد. وفي افلام